عمرك اشتريت حاجة وانت مبسوط بيها جدا وبعدها فجأة حسيت بالذنب وقعدت تسأل نفسك أنا كنت محتاجها فعلا ولا صرفت وخلاص؟ لو الإحساس ده مألوف فالحلقة دي معمولة عشانك. أهلا وسهلا بيكم ومعاكم نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. زي ما اتفقنا الحلقات دي مش عن الثراء السريع ولا على إننا نمسك على نفسنا. دي سلسلة شرح مبسط لكتاب سأعلمك أن تكون ثرياً I will teach you to be rich للكاتب رامي تيسي. الفكرة الأساسية فيها إزاي تعيش كويس من غير ما نبوظ فلوسنا. رامي بيقول حاجة مهمة قوي، مش كل الصرف غلط ومش كل التوفير صح. المشكلة الحقيقية إن أغلبنا بيصرف من غير قرار وبعدين بيزعل إن الفلوس بتخلص. طب يعني إيه؟ يعني إحنا يا إما بنصرف بعشوائية ونأنب نفسنا بعدها، يا إما بنمسك على نفسنا ونحس إننا محرومين. تحوش شوية فلوس وتقول لما أقبض هكافئ نفسي، تشتري الحاجة وتنبسط لحظة وبعدها صوت في دماغك يقولك كان أولى، كان المفروض، ليه عملت كده؟ المشكلة مش في الحاجة، المشكلة إنك ما كنتش مخطط لها. طب اشرح لنا أكتر. الكتاب بيقدم مفهوم بسيط جدا، خلي للصرف اللي بيفرحك مكان واضح، فلوس مقررة مش صدفة ومش تهور. يعني تبقى عارف انت بتصرف في ايه وليه وقد ايه، وساعتها الصرف ما يبقاش ذنب. احنا بنتعب قوي مش عشان بنصرف، احنا بنتعب من التلخبط، من الإحساس إننا دايما غلطانين، يا بخيلين قوي يا مسرفين قوي. لكن لما يبقى عندك نظام حتى لو بسيط دماغك بتهدى. الفلوس اللي ليها مكان ما بتعملش وجع دماغ. طب تعالوا مع بعض نعمل تطبيق عملي بسيط. من الشهر الجاي هنختار حاجة واحدة بس بتفرحنا بجد ونخلي ليها بند واضح من غير تبرير ومن غير جلد ذات. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أخطر حاجة بتدمر أي نظام مالي، عادة صغيرة بتاكل فلوسك حتة حتة وانت مش واخد بالك منها أصلا. افتكر دايما الفلوس مش ضدك، اللخبطة هي العدو، ولما تفهم فلوسك هتعرف تعيش وانت مرتاح. أنا نهلة فؤاد ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.